السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش السن باكتر من طريقة، على الطاسة وعلى في الفرن. هنسوي في الطاسة، اسوي 3 رغيف على الطاسة واحطه والباقي احطه في الفرن. هنخش بقى نشوف، نسمي الله ونصلي على الرسول، ونخش نشوف طريقة العجن. معايا 4 كوبايات دي كامل الحبة بلدي، كوبايتين بلد زيرو دي ابيض جميع الاستخدامات. معايا كوباية ردة، 4 كوبايات دي بلدي، كوبايتين دي جميع الاستخدامات، كوباية ردة. معايا معلقتين سكر، معلقة خميرة كبيرة، نص معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر صغيرة. نقلبهم في بعض. نعمل العيش السن مرض السكر واللي بيخسس وكده. معايا كوباية مية، بعجن بقى، اقلبهم المعلقة. ودي كوباية تانية، هعجن بايدي. برضه بحط المية تدريجيا كده. حطيت كوبايتين مية، والكوباية التالتة ايه تدريجيا برضو كده. حطيت 3 كوبايات الا ربع. وطبعا تبع الدقيق اللي انت بتستعمليه، مش كل دقيق بيشرب زي التاني. هعجنه بقى على الرخامة عشان اعمل له عرق كده. دلوقتي عجنته خلصته. مسحة زيت في الطبق، وهحطه يخمر. هحطه نص ساعة يخمر، اغطيه واشيله. ده بعد نص ساعة ههبط العجينة، ههبط العيش السن، وأعجنه كده، ألفه كده وأهبطه. معايا رشة ردة على الرخامة، وكوره كده زي البيضة كده. هعملها زي البيضة كده، 50 جرام 60 جرام كده يعني. احط ايدي في الردة واروح ايه مكوره، واعمله على ايدي، كوره كده على ايدي. طلع 24 رغيف. دلوقتي قعدت نص ساعة يريح او ربع ساعة يريح، ربع ساعة يريح، وايه وفردته على بالنشابة زي ما انتوا شايفين. ادي السمك بتاعه. ممكن تفرديها بايديكي برضو من غير ايه نشابة.
اهو بفرد برضو، هفرده بقى طويل كده زي بتاع الافران. دلوقتي بقى هسيبه يريح نص ساعة. فردته وغطيته على الرخامة واسيبه يريح قد نص ساعة. هنخش بقى نخبز العيش بعد نص ساعة. هحطه على الطاسة، سخن الطاسة كويس، واروح ايه حط الرغيف، اقلبه. لو عايزاه طري اعمليه على الطاسة كده، لو لو عايزة يعني عيش طري. وبرضو لو عايزاها طري اعمليه على في الفرن من تحت، حطيه على القاعدة بتاعة الفرن من تحت وطلعيه، ما تحطوش في الشواية عشان يبقى طري لو هتاكليه طري وكده. انما لو هتلدنيه حطيه من تحت في في الفرن وطلعيه في الشواية يتلدن. نوطي الشواية شوية ونلدنه. شايفين قابب ازاي؟ دلوقتي بقى ايه هسوي في الفرن. حطه في الفرن استوى من تحت، هطلعه بقى ايه يتلدن، ياخد لون من فوق كده ومن تحت. خلصنا العيش، خبزنا العيش الطري اهو اللي عملته على الطاسه. وده العيش اللي هو لدنته في الفرن، خبزته ولدنته في الفرن، حطيته في الشوايه. لو عايزاه طري سيبيه تحت شويه على القاعده بتاعه الفرن وطلعيه. شايفين العيش بيترد ازاي مفتوح ازاي؟ ده طري. شايفين العيش طري اهوت، عملنا الطري والناشف، ده الملدن بقى. يلا بقى لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه.